عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهاردة الرز بلبن الجميل دوت. عندنا كل الانواع اهو: رز بلبن فرن، ورز بلبن سادة، ورز بلبن عليه زبيب ومكسرات على حسب ما انت عندك الطلب ايه. انا بحب الاواني الفخارية دي برضو اغرف فيها رز بلبن، بتستحمل طبعا احطه تحت الشواية. تعالوا نشوف عملناه ازاي. النهاردة عندنا كوباية رز واربع اكياس فانيليا، حوالي معلقتين كبار نشا، والمكون السحري بقى بتاعنا النهاردة كيس كريم شانتيه دريم، وسكر. هسلق الرز على النار في شوية مية، مش كتير بس بحيث الرز يتسلق فيها. انا وطيت النار عليه وسبته، كنت مغطياه. دلوقتي بقى هضيف له اللبن. انا هضيف كيلو ونص لبن، بس لبن سايب جاموسي تقيل، ده اللي هيديكي طعم جميل احسن من الالبان بتاعت العلب بكتير، وطبعا على حسب ما انتي تحبي. اللبن التقيل كل ما يبقى بخيره كده كل ما هيديكي نتائج احسن. انا قلبت اللبن فيه بقى، هيكمل الرز سوا فيه. هنا بوريكي الرزية اصلا مهرية مش مستاهلة. هسيبه يغلي شوية مع اللبن. حطيت هنا الفانيليا في المرحلة ديت 4 اكياس فانيليا. لو عندك فانيليا سايلة حطي منها معلقة صغيرة. حطيت هنا حوالي نص كيس سكر او كوبايتين سكر كبار. طبعا السكر دوت بتدوقي وحسب الرغبة، بس كل ما تحطي سكر حبة حلوين كده يطلع معاكي الرز بلبن مسكر وجميل. هجيب بقى مية من الحنفية حوالي كوباية، احط فيها كيس كريم شانتيه ومعلقتين النشا بتوعنا، وهقلب كويس قوي في مية باردة عشان يدوبوا كويس جدا. وهبتدي ان انا بقى ادوبهم كويس خالص عشان ما يكلكعوش لما احطهم مع الرز بلبن. هنا احطهم بقى كده زي ما انت شايفة، وهسيبهم يغلوا مع الرز بلبن بتاعي كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه، يتقل كده وكمان النشا بتاعتي تستوي. بعد كده بقى هرفعه من على النار، هحطه على الرخامة بتاعتي كده، ودي اوريكي بقى القوام بتاعنا اهو. احلى رز بلبن، احلى من بتاع المحلات بكتير، وكمية حبة حلوين. انا غرفت في اطباق مختلفة، في اطباق كبيرة شوية، في اطباق صغيرة، طبعا على حسب افراد الاسرة. انا عندي اطفال صغيرين واطفال كبار، كل واحد بيحب حاجة شكل. مثلا الطبق ده انا حطيت له جوز هند، وهحط كمان شوية زبيب كده كان عندي في التلاجة. حاجات بسيطة قوي قوي تزيني بيها. وانا كمان في اطباق هعملها سادة على حسب ما انت بتحبي. طبعا القوام بتاعه جميل جدا، والرز بلبن فاتح وحلو زي ما انت شايفة. ادتني كمية حبة حلوين. اطباق المعدن دي او الاستانلس حطيتها تحت الشواية 5 دقايق، هي والاطباق الفخار. الرز بلبن بقى تحت الشواية ده حاجة تانية خالص، يدوبك بس وشه خد لون كده، هتديكي نتائج جميلة كأنه شارياه من بره بالظبط. حاجة جميلة جدا وبيتي ومضمونة. ألف هنا وشفا.